بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بجميع أصدقائي وطلابي طلاب المراحل الإعدادية الثلاثة. درسي اليوم لقسم التاريخ في مادة الدراسات الاجتماعية لطلابي طلاب الصف الأول الإعدادي، ودرسنا اليوم بعنوان عصر الرخاء الاقتصادي أو عصر الدولة الوسطى. وهنعرف من خلال ملوك هذه الدولة أو هذه الحقبة الزمنية التي مرت على حكم مصر، ازاي قدروا ان هم ينموا الدولة ويخلوها فيها رخاء اقتصادي، وازاي قدروا كمان ان هم يحافظوا على حدود الدولة من اي حالة اعتداء. ومن ملوك هذه الأسرة هم الملك إمنمحات الأول والملك سونورست الثالث والملك إمنمحات الثالث. طيب، أطلق المؤرخين والعلماء على هذه الحقبة الزمنية عصر الدولة الوسطى أو عصر الرخاء الاقتصادي أو عصر مصر الذهبي. الثلاثة مسميات لعصر الدولة الوسطى نظرا لما كان فيه من الرخاء الاقتصادي والتقدم للبلاد، ونجاح هؤلاء الملوك اللي انا قلت لكم عليهم ان هم يحطوا مصر في مكانة عالية في هذه الحقبة التاريخية. طيب، عايزين نعرف بقى ليه مصر في الوقت ده سميت أو الحقبة من الزمنية لحكم مصر في الوقت ده سميت بعصر الرخاء الاقتصادي أو عصر مصر الذهبي. أقول له بسبب قيام ملوكها بالعديد من المشروعات لاستثمار الموارد الطبيعية من أجل النهوض بالبلاد في مختلف المجالات. وتميز كمان هذا العصر بأربع مميزات كانوا هم دول مفاتيح النشاط أو مفاتيح التي عملت على نجاح الاقتصاد المصري في مختلف العوامل ومختلف الاتجاهات. والأربع نقط دول بيتلخصوا في الآتي: النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة، تشغيل المناجم والمحاجر، وتقدم الفنون والعمارة والأدب، وأخيرا حفر قناة زيزستوريس التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. طيب، هنيجي للوقت اللي حكمت في عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى تكون من أسرتين، هما الأسرة الحادية عشر والأسرة الثانية عشر. طيب، أشهر ملوك الفترة دي أو الحقبة دي كانوا مين؟ أنا لسه قايلهم لكم في أول الدرس، وهم الملك إمنمحات الأول، الملك سنوسرت الثالث، والملك إمنمحات الثالث. دول أشهر ثلاث ملوك في الأسرتين دول، وهندرس دلوقتي أو هنشرح دلوقتي كل ملك في الفترة الزمنية بتاعته عمل إيه. هنبتدي بالملك إمنمحات الأول. ده كان وزير لآخر ملوك الأسرة الحادية عشر، ثم أعلن نفسه ملكا عام 2000 قبل الميلاد. طيب، الراجل ده اللي كان وزير لآخر ملوك الأسرة ال11 ونجح إن هو يستولى على الحكم عام 2000 قبل الميلاد، عمل لنا إيه؟ عمل لمصر إيه؟ أهم أعماله أخضع حكام الأقاليم وعمل على الاحتفاظ بعلاقات ودية معهم، ولم يسلبهم سلطانهم مقابل أن يقدموا له الولاء والطاعة. يعني راح جمع حكام الأقاليم، يعني زي المحافظين عندنا كده دلوقتي، وعمل لهم مجلس واخد منهم العهد على ان هم يقدموا له الطاعه والولاء، وان هم يسيروا تحت حكمه في حكم الاقاليم بتاعته. طيب، تاني حاجه عمل ايه؟ نقل عاصمه مملكه طيبه الى إذنت تاوي، وهي محافظه الجيزه حاليا. ومعنى كلمه إذنت تاوي هي تعني القابضة على الأرضين، يعني هو كده بالعربي إن هو حط إيده على الوجه الشمالي والوجه الجنوبي للأراضي المصرية. طيب، تالت حاجة عملها، عمل إيه؟
أمن حدود البلاد ضد غارات الآسيويين والليبيين، يعني أمن لنا حدود مصر الشرقية من ناحية فلسطين المحتلة، وحدود مصر الغربية من ناحية الأراضي الليبية. طيب عمل إيه تاني؟ أسس أسوار ابن محات المبجل ببلاد النوبة. عمل أسوار في بلاد النوبة تحميه برضو من الغارات اللي جاية من الجنوب. يبقى كده الراجل ده أمن حدوده الثلاثة من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب ومن ناحية الجنوب. ماشي، ده كان الملك ابن محات الأول. طيب لو جينا للملك سنوسرت الثالث، ده برضو أحد ملوك الأسرة ال12، عرف بشخصيته القوية وحكمه العادل واهتمامه بالتجارة الخارجية. طيب ده عمل ايه؟ كانت ايه اهم اعماله؟ اهم اعماله ان هو حفر قناة زيزستوريس التي تربط بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، والتي تعد اقدم طريق مائي يصل البحرين الابيض والمتوسط عن طريق نهر النيل. كده تمام؟ كده تمام. ماشي. طيب عندنا قناة زيزستوريس دي اما اتحفرت، ايه النتيجة اللي قامت على حفر قناة زيزستوريس؟ انا دلوقتي خلاص يعني انا حفرت قناة وكلفت الدولة مصاريف ان هي تحفر لي قناة تربط بين البحرين. ايه العائد عليا انا كمصر اما عملت قناة زيزستوريس؟ ادى ذلك الى زيادة الصلات التجارية مع فلسطين المحتلة وسوريا شرقا، وجزر البحر المتوسط مثل كريت وقبرص شمالا، وايضا بلاد بونت زي الصومال اللي هي بلاد الصومال حاليا في الجنوب الشرقي. طيب عمل ايه تاني سنوسرت الثالث؟ عمل لنا قلعتي قمنة وسمنة. عملهم ليه؟ بما تفسر قيام الملك سنوسرت الثالث بتشييد قلعتين سمنة وقمنة. أقول له بهدف تأمين حدود مصر الجنوبية، حيث كانت منطقة النوبة بمثابة البعد الاستراتيجي لمصر من ناحية الجنوب. يبقى الراجل ده عمل حاجتين مهمين في تاريخه أو في خلال فترة حكمه لمصر. أسس لنا قناة زيزستوريس، ده نظرا لأنه كان مهتم بالتجارة الخارجية، وقدر ان هو يعمل علاقات مع بلاد فلسطين المحتلة وسوريا في الشرق، وجزيرة كريت في وقبرص في الشمال، وبلاد بونت اللي هي الصومال في الشمال في الجنوب الشرقي. وعمل قلعتي سمنة وقمنة لتأمين الحدود الجنوبية من بلاد النوب. طيب ناقش سنوسرت الثالث على لوحة، يعني الملك سنوسرت الثالث عمل لوحة ناقش عليها حدود مصر مع بلاد النوبة، يناشد فيها خلفائه أن يحافظوا على تلك الحدود، قائلا أن من يحافظ من أبنائي على هذه الحدود التي أقمتها فإنه ابني وولدي، أما الذي يحملها أو لا يحارب من أجلها فليس بابني ولم يولد مني. دي المؤرخين لقوها على جدارية أو لوحة منقوشة من أيام الملك سنوسرت الثالث. طيب هنيجي للملك ابن محات الثالث. ده يعتبر من أهم الملوك العظام لأنه حرص على النهوض بالبلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات. طيب أهم أعماله إيه؟ اهتم من الناحية الزراعية. طيب أنا مثلا لما أجي في الامتحان اقول له اهتم الملك ابن محات الثالث بالزراعه، هيقول لي ايه دليلك؟ دلل لي على الكلام ده. اجي انا اقول له بقى ايه؟ وجه اهتمامه بشؤون الري، فاقام سد اللاهون للاستفاده في تنظيم الري والتوسع في الزراعه، وعمل مقياس للنيل عند الجندل الثاني لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب،
وشيد هرما له في هوارة ببلاد الفيوم، وشيد معبد اللابرنت الضخم اللي هو قصر التيه. يبقى الراجل ده عمل اللي هو المنحات الثالث، عمل نهضة شاملة للبلاد في شتى المجالات، ولكن أعظم نهضة ليه اللي هي النهضة الزراعية والنهضة المعمارية. النهضة الزراعية تتلخص في اهتمامه بشؤون الري من حيث إقامة سد اللاهون للاستفادة منه في تنظيم شؤون الري والتوسع في الزراعة، وعمل أيضا مقياس للنيل عند الجلدل الثاني لتحديد المساحات المزرعة وتقدير نسبة الضرائب عليه. وبالنسبة للناحية المعمارية شيد هرما له في هوارة بالفيوم، وشيد معبد اللابرانت الضخم وهو قصر التيه حاليا. طيب، بعد الملك النمحات الثالث شهدت الدولة الوسطى حالة من الانهيار والسقوط. هيجيب لي سؤال كده يقول لي بما تفسر انهيار وسقوط الدولة الوسطى؟ أقول له بسبب ضعف الملوك الذين جاءوا بعد الملك النمحات الثالث، والصراع بين حكام الأقاليم أنفسهم وبين القصر الفرعوني، مما أدى إلى وقوع البلاد فريسة للأطماع الخارجية. وهنا كانت نقطة جديدة أو محور جديد في تغير التاريخ المصري وبداية دخول الأعداء إلى الأراضي المصرية، وكان أول عدو يدخل إلى هذه الأراضي وهم الهكسوس. الهكسوس اللي استولوا على مصر وخيراتها بسقوط الأسرة الثانية عشر وانتهاء الدولة الوسطى. طيب، تعالوا بعد كده نعرف مين اللي قاوم الهكسوس ومين اللي كان في الأسرة اللي بعد كده. دخلنا بعد كده لما الهكسوس دخلوا مصر مع سقوط الدولة الوسطى، دخلنا في حاجة اسمها عصر الإضمحلال الثاني. والعصر ده شهد، أو الحقبة دي شهدت منذ قيام الدولة ال13 إلى انهيار الدولة ال17، أو منذ تأسيس الأسرة ال13 إلى انهيار الأسرة ال17. طيب، بدأ غزو الهكسوس للأراضي المصرية في بداية الأسرة ال13، واستطاع الهكسوس السيطرة على الدلتا وأقاموا عاصمة لهم وهي مدينة أواريس اللي هي صان الحجر في محافظة الشرقية حاليا. وتقدمت قوتهم جنوبا وسيطروا على منف اللي هي قرية ميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة حاليا. طيب، بعد ما تقدموا وأخذوا منف وقدروا ان هم يسيطروا على اقاليم مصر الوسطى. طيب، المصريين القدماء اطلقوا على الهكسوس لقب الرعاة. ليه المصريين القدماء سموا الهكسوس بالرعاة؟ ممكن يجيني هنا سؤال يقول لي بما تفسر اطلق المصريين القدماء على الهكسوس لقب الرعاة؟ أقول لهم لأنهم احتلوا البلاد دون وجه حق. طيب، ليه الهكسوس قدروا إن هم يحتلوا البلاد بغير حق؟ سؤال تاني اهو، بما تفسر استطاع الهكسوس غزو مصر واحتلالها؟ أقول له بسبب ضعف البلاد وانتشار الفوضى والاضطرابات نتيجة الفرقة بين حكام الأقاليم ونزاعهم على الحكم، وكثرة عدد الهكسوس بالنسبة للشعب المصري آنذاك، وأخيرا تفوق الهكسوس من الناحية الحربية، حيث أنهم هم أول الشعوب أو أول الجيوش التي استخدمت العجلات الحربية، وكانت العجلات الحربية بالنسبة للوقت ده هي أحدث سلاح ممكن يوصل له الإنسان. تمام. الهكسوس هم جماعة من البدو والترحال، جاءوا من آسيا، يعني شعب ملوش حضارة، ملوش تاريخ، ملوش أي حاجة تذكر.
جم احتلوا مصر لقوا نفسهم قدام حضارة عظيمة وحضارة مهولة. طيب ايه موقفهم من الحضارة المصرية؟ موقف الهكسوس من الحضارة المصرية: أساء الهكسوس للمصريين. طيب أنا دليلي إيه إن الهكسوس عملوا المصريين بإساءة؟ أقول له: نهبوا الممتلكات وخربوا البلاد، فرضوا الضرائب الباهظة، سيطروا على البلاد عن طريق بناء القلاع والحصون وتوزيع قواتهم الحربية حتى يمنعوا المصريين من الثورة ضدهم. طيب ازاي اتأثر الهكسوس بالحضارة المصرية اللي هم ما وصلوش ان هم يعملوا مثيل ليها؟ خدوا الألقاب المصرية وسموا نفسهم بيها، أو تلقبوا بالألقاب المصرية، لبسوا ملابس المصريين، تحدثوا بلغة المصريين. يعني بالبديهي إن أي دولة محتلة بتخش على بلد هي اللي بتفرض ثقافتها على البلد دي، مثلما فعل الفرنسيين مع تونس والجزائر والمغرب. ليه؟ لأننا كفرنسا دولة جاية احتل، يبقى أنا دولة قوية داخل أفرض سيطرتي على صاحب الأرض. هنا كان عكس اللي المفروض او الطبيعي يحصل. المحتل هو اللي خد ثقافة اهل البلد وفرضها على نفسه. يعني دي حاجة كانت عكس المفروض يحصل تماما. يعني ده اكبر دليل على انهم جايين شعب همجي، شعب مفيش عنده نظام، شعب جاي ترحال بدو في الصحراء. قدروا ان هم يسيطروا على الاراضي المصريه، وكمان تاثروا بالحضاره المصريه فسموا نفسهم باسماء المصريين ولبسوا لبس المصريين، وكمان تحدثوا اللغه المصريه. طيب بالرغم من ان هم تاثروا بالحضاره، الا ان المصريين نفسهم ما اطمنوش ليهم وصمموا برضو على الكفاح ضدهم وطردهم من البلاد. ونتيجه لنمو الروح الوطنيه بين المصريين، قرر أمراء طيبة الذين أسسوا الأسرة السابعة عشر قيادة الكفاح ضد الهكسوس. وده اللي هنعرفه الدرس الجاي إن شاء الله. وتأسيس الأسرة السبعة عشر بقيادة الملك سكن الرع الذي قاد البلاد للتحرير من خطر الهكسوس. وده كان كده درس النهارده، واتمنى ان ينول اعجابكم. ولا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناه حتى يتسنى للجميع ومشاهده الفيديو ويعم الخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.